كتبنا القصايد نفتخر فيك يا كحلان، كتبنا القصايد نفتخر فيك يا كحلان، نغني طرب على اللحون الحماسية ملازم ومن قدك يا معتاز رفيع الشان، وصلت المعالي والرتب والقيادية، ولا هي غريبة وانت تمثل العجمان، ولو بالامجاد وهم غير عادية، ويفخر ابوك وانت حر وله جنحان شبوحه كبيرة والمعالي سماوية، ابوك الذي نعرفه شيخ على الشيخ حمد راعي الطلعت الاثارت الهيئة، كريم وساس الطيب ومعرب الجدان له العز والنماس طاع وجبرية، واخواني كل في مواقفهم شجعان، ونذكر هنا رايد يا حي طريق، عرفناه راعى الجود والطيب والاحسان وياسر ليام انتخيناه يا حي، وباسل له العز وله المفخره عنوان ومهنان، كريم الطبع يا صادق النيه، وبد ما نسينا الشهم والمرجله راكان جميل السقايا والطباع المثاليه، نهنيك يا معتز ومبروك يا كحلان، وتزهى بك الرتبة بحزم وجدية، يا اشباني من ذاك الاسد باني البنيان، حمد ابوكم يفتخر بسر وعلانية، كتبنا القصايد نفتخر فيك يا كحلان، نغني طرب على اللحون الحماسية ملازم ومن قدك يا معتاز رفيع الشان، وصلت المعالي والرتب والقيادية، ولا هي غريبة وانت تمثل العجمان، ولو بالامجاد وهم غير عادية، ويفخر ابوك وانت حر وله جنحان شبوحه كبيرة والمعالي سماوية، ابوك الذي نعرفه شيخ على الشيخ حمد راعي الطلعت الاثارت الهيئة، كريم وساس الطيب ومعرب الجدان له العز والنماس طاع وجبرية، واخواني كل في مواقفهم شجعان، ونذكر هنا رايد يا حي طريق، عرفناه راعى الجود والطيب والاحسان وياسر ليام انتخيناه يا حي، وباسل له العز وله المفخره عنوان ومهنان، كريم الطبع يا صادق النيه، وبد ما نسينا الشهم والمرجله راكان جميل السقايا والطباع المثاليه، نهنيك يا معتز ومبروك يا كحلان، وتزهى بك الرتبة بحزم وجدية، يا اشباني من ذاك الاسد باني البنيان، حمد ابوكم يفتخر بسر وعلانية.